السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم النهاردة فيديو جديد، وصفة جديدة، وهنعمل مع بعض كيكة بالشوكولاتة زي ما انتوا شايفين كده. كيكة تحفة جدا، تحفة تحفة. يعني جاهزة قوي، بس في نفس الوقت بيتي خلاص، ومغلفة كده من بره بالشوكولاتة. انا غلفتها بالنوتيلا. انا كنت عملت معاكم قبل كده النوتيلا البيتي. خلاص هحط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. آه والكيكه بجد فظيعه، جربوها وعلى ضمانتي. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. مقاديرنا النهارده زي ما انتوا شايفين كده بسيطه، موجوده في كل بيت. انا معايا هنا كوبايه ونص من الدقيق المنخول، ومعايا كمان 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه، وربع كوبايه لبن برضو بدرجه حراره الغرفه. معايا ربع كوبايه زيت على ربع كوبايه زبده، ميكس كده مع بعض برضو بدرجة حرارة الغرفة. عندي كوباية ونص من السكر البودر، وعندي رشة ملح ورشة فانيليا، معلقتين كبار من الكاكاو، ومعلقتين صغيرين من البيكنج باودر. اول حاجه هجيب البوله بتاعتي وهنزل بالبيض. معايا هنا 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه، ودي خطوه مهمه جدا، لازم المكونات السائله تكون بدرجه حراره الغرفه. هنزل كمان بالسكر البودر، وهنزل برشه الفانيليا، وهضرب كل المكونات دي كلها مع بعض بالمضرب الكهربائي لغايه لما الخليط يفتح معايا قوي. واول ما خليط البيض بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده لونه يفتح معانا خلاص، بعد حوالي كده 5 دقايق هبتدي ان انا انزل بالدقيق. معايا كوبايه ونص من الدقيق المنخول، ضفت عليها مع رشه الملح ورشه الفانيليا والبيكنج باودر. تمام، قلبتهم كويس مع بعض، وبعد كده بنزل بالدقيق دفعه دفعه زي ما انتوا شايفين. خلاص مش بنزل بالكميه كلها مره واحده، انا بنزل شويه بشويه. وبعد كده في لسه باقي مكونات سائله انا لسه ما ضفتهاش زي اللبن والزبده. خلاص هبتدي ان انا اضيفهم برضو بالتدريج كده وانا بشتغل. الاول هنزل بالزبده، ده خليط زبده مع زيت نص كوبايه كده، عباره عن ربع كوبايه من الزبده وربع كوبايه من الزيت. لو مش متوفر عندك زبده وعايزه تستخدمي زيت، خلاص خليه نص كوبايه كامله من الزيت، ولكن ما تستخدميش نص كوبايه كامله من الزبده. خلاص لو انت عايزه الكيكه بتاعتك تكون هشه، لازم تدخلي فيها النسبه الاكبر زيت. خلاص انا هنا كمان نزلت بربع كوبايه من اللبن. خلاص اللبن عندي بدرجه حراره الغرفه، زي ما اتفقنا كل المكونات السائله لازم تكون بدرجه حراره الغرفه. حتى الزبده لما بتيجي تسيحيها بنسيبها لغايه لما تهدى خالص وتاخد درجه حراره الغرفه. بعد كده هقسم الخليط بتاعي على جزئين، جزء بالفانيليا زي ما انتوا شايفين، والجزء التاني هضيف عليه الكاكاو علشان يكون بالشوكولاتة، وامزج اللونين مع بعض. وهنبتدي ان احنا كده زي ما انتوا شايفين نضيف على الجزء التاني الكاكاو الخام، معلقتين كبار من الكاكاو الخام. خلاص كده نتأكد ان احنا مزجناهم بشكل كويس بالمضرب. طبعا سمك الخليط ده هيكون اتقل من الخليط التاني او الخليط الفاتح، طبعا بسبب ان احنا زودنا الكاكاو. فتقدري ان انت تخففي الخليط شوية بمعلقة من اللبن، معلقة كبيرة من اللبن مش اكتر من كده، معلقة كفاية جدا. خلاص هنزود معلقة من اللبن وهنمزجه برضو بشكل كويس. هتلاقي الخليط بقى سمكه حلو جدا معاكي. تقدري برضو ان انتي تحطيه في كيس تلاجة او كيس تزيين. لو مش متوفر عندك كيس تزيين تقدري تستخدمي اي كيس تلاجة متوفر عندك، وتضيفي فيه الخليط بتاعك. وهبتدي ان انا اصب الخليط بتاعي في كيس تلاجة او كيس تزيين زي ما انتوا شايفين كده، بحيث ان يسهل عليا ان انا ارتب طبقات الكيكة بتاعتي. بعد كده بتجيبي الصينية بتاعتك وبتدهنيها بأي مادة دهنية، وأنا كمان حطيت ورقة من الزبدة زي ما انتوا شايفين كده عشان يكون سهل عليا ان انا اشيل الكيكة بتاعتي. خلاص بعد ما تستوى، وابتدي ان انا بقى ان انا احط طبقات كده الكيكه، شويه فانيليا شويه شوكولاته، لغايه لما اخلص كل الخليط اللي معايا. تمام كده طبعا هتدخل على فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 180 لمده حوالي 35 دقيقه. ما بنفتحش الفرن قبل 35 دقيقه، وبعد كده بنفتح الفرن وبنشيك عليها، نشوفها الاول بخلة شيش طاووق اذا استوت او لا. طبعا بقى هنجيب خلة الشيش طاووق او اي حاجة عندك رفيعة، او ممكن السكينة لو سكينة رفيعة، بنعمل اشكال عشوائي كده بحيث ان احنا نمزج الالوان مع بعض.
وده شكل الكيكة بتاعتنا بعد حوالي 35 دقيقة. خلاص استوت معانا بشكل كويس، وطبعا بتتأكدي ان هي استوت او لا. بتدخلي فيها طرف السكينة كده او خلة الشيش طاووق، اهم حاجة ان هي تطلع نظيفة. تمام. لو طلعت مش نظيفة وفيها لسه عجين فبندخلها الفرن كمان 5 دقايق. طبعا بنتابعها. خلاص انا هنا نزلت عليها بالنوتيلا. النوتيلا دي انا كنت عملتها قبل كده معاكم، هحط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. وطبعا زي ما احنا عارفين النوتيلا البيتي لو انتي عامله كميه كبيره تقدري تحتفظي بيها في الفريزر، مش بيجرى لها حاجه خالص ومش بيأثر عليها ولا على طعمها خالص. وطبعا دي الكيكه بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، رائعه بجد، شكل وطعم فظيع. اتمنى تجربوها وتقولي لي رايكم فيها ايه. وبس كده. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، وصفه النهارده تكون عجبتكم، واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.